مساء الخير، معاكم شريف يوسف سينيور بروبرتي كونسلتنت من شركة مزايا ديفلوبمنتس. شركة مزايا ديفلوبمنتس بتطرح مشروعها الرابع في العاصمة الإدارية في منطقة الMU 23 وهو نورم سبيسز مول. نورم سبيسز مول ده رابع مشروع ليها، ميكسد يوز، تجاري، إداري، طبي. خلينا الأول ليه نعرف احنا اخترنا منطقة الMU 23 في العاصمة الإدارية. لأن المنطقة دي بيستمد قوتها من 3 عوامل رئيسية المنطقة بتوفرهم لأي مشروع لنجاحه. أول حاجة هي الكثافة السكانية، تاني حاجة هي الكثافة المرورية، وتالت حاجة سرعة التشغيل. الكثافة السكانية بتتمثل على الR2 والR3، ودي مناطق سكنية بيبقى فيها أكتر من 100,000 وحدة سكنية، فبنخدم أكتر من 250,000 ل 300,000 نسمة في المنطقة دي بالمدارس بتاعتهم، بالمستشفيات، بالجامعات. تاني نقطة وهي الكثافة المرورية اللي بتتمحور حوالين حاجة مهمة جدا، هو محور الأمل. محور الأمل ده هو بيتوسط جميع المحاور داخل العاصمة الإدارية وبيربطهم كمان ببعض. النقطة الثالثة والمهمة جدا جدا اللي هي خاصة بسرعة التشغيل. الMU 23 هي أصلا اوريدي مطروحة من 2017، فيها 94 قطعة أرض، هي ديفلوبد أصلا اوريدي دلوقتي من 70% ل 80%، فيها مولات مبنية وفيها كمان بعض المولات تم التشغيل فيها بالفعل. فأنا كده متوفر معايا الكثافة السكانية، متوفر معايا المحاور الرئيسية، حتى كمان الMU 23 من الجهة الشمالية في محور مهم جدا جدا هو محور موازي المحور الجنوبي للمستقبل سيتي. فاحنا المحور ده عرضه 70 متر. فاحنا اوريدي المشروع بتاعنا فين بقى في الMU 23؟ رقمه الA2، ده تاني نمرة من محور الأمل، وهو مباشرة على المحور الموازي لجنوب السويس قدام المستقبل سيتي وقدام المدينة الرياضية. القطعة دي مميزة جدا لأن هي اوريدي ناصية 6661 متر، G+9 ميكسد يوز مول، تجاري وإداري وطبي. عشان احنا نقدر نطلع بمشروع شكله حلو وفي نفس الوقت نعرف نشغله، ما لقيناش افضل من شركه الاستشاري الهندسي اركريت تنظم لنا المول بشكل يكون متصل هندسيا ومنفصل تشغيليا. بمعنى ايه؟ دلوقتي احنا التجاري من الارضي اول تاني، والاداري من الدور الثالث للدور التاسع، ولكن المول نفسه كاداره تشغيل منفصله، يعني في مبنى منفصل تماما هو المبنى الطبي. لو بصينا على الخريطه هنلاقي المبنى اللي على اليمين ده مبنى طبي بالكامل من الدور الثالث للدور التاسع، وبقيه المبنى بيكون اداري من الدور الثالث للدور التاسع. شكلا هو متصل ببعضه ولكن منفصل تشغيليا. ليه؟ لان احنا اوريدي برضو تعاقدنا مع شركه بروبرتي مانجمنت اللي هي برين تو فاكت. برين تو فاكت اوريدي سابت اعمالها ممتازه جدا جدا ان هي تقدر تشغل المول بتاعي، لان هي سابت اعمالها هي ابراج النايل تاورز او ابراج ساويرس وسينزو كلاب وسينزو مول وجنينه مول، وهي كمان اوريدي موفره لي براندات من داي 1. عشان كده هي ماسكه اداره وتشغيل خاصه بالتجاري وبالاداري. اما بخصوص المبنى الطبي احنا تعاقدنا مع شركه تشاور. شركة تشاور هو صاحبها الدكتور خالد سمير، هو رئيس قسم التخدير بالقصر العيني، وكمان هو أستاذ دكتور في جامعة القاهرة. وبخصوص المبنى الطبي احنا بنوفر عدة مساحات مختلفة بنتارجت بيها كل دكاترة أو المعامل التحاليل أو مراكز الأشعة. يعني مثلا عندنا اوريدي في اوبشن اسمه الدو ده عبارة عن ايه؟ عن عيادات بتبدأ من أول 12 متر. وعندنا اوبشن تاني اسمه البولي كلينيك، دي بتبقى يونت واحدة بداخلها عيادتين او 3 او اكتر، يعني المالك واحد ولكن عيادات متغيره او عدد عيادات مختلفه داخل البولي كلينيك، يبقى انت تقدر تاجرها لاكتر من دكتور ويجي لك ريفينيو من اكتر من اوبشن. كمان في الطبي احنا عاملين مبنى منفصل تماما علشان ما يبقاش فيه خلط ما بين الموظفين او التجاري والطبي مع بعض. فاحنا موفرين مبنى طبي بالكامل فيه 3 اسانسيرات، منهم اسانسيرين سنجل لودد يعني خدمي خالص بيطلع وينزل الا الدكاتره والبيشنتس، وفي اسانسير دبل لودد ده بيبقى اسره قدر الله لو في مرضى. وكمان في المبنى نفسه في الجراج موفرين لكل دكتور حاجتين مهمين جدا، اول حاجه اللوكر عشان يقدر يغير فيه ملابسه، وحمام ليه هو خاص بيه. كمان في عربيه اسعاف موجوده في المبنى من الجراج من تحت لا قدر الله لاي امرجنسي تحصل. نورم سبيسز منطقه حيويه، اعلى ترافيك يضمن سرعة التشغيل، أفضل تنوع في المساحات بأنظمة سداد مرنة بتضمن لي أعلى عائد استثماري.